كيفية الطباعة في برنامج الأوتلوك في مكان آخر أو في بلد آخر غير اللي احنا متواجدين فيه. ده هيكون موضوع حلقة النهاردة، لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني، والنهاردة هنتعلم ازاي نقدر نطبع بريد الكتروني ويكون البريد دوت في مكان تاني غير المكان اللي احنا قاعدين فيه. الاول احنا كنا بنقول الحلقة اللي فاتت ان احنا لما بنحب نطبع، اما ان انا بروح اقول له من فايل print وببتدي اعمل configuration او اشتغل على الاوبشن بتاعت البرينتنج، او بقول له كنترول بي وبعدين اروح اختار البرينتر اللي انا هطبع عليها. اول ما بقول له print انا بختار نوع من انواع البرينترات اللي انا موجود عليها، سواء كان البرينتر جوه المكان المبنى بتاعي، المكتب بتاعي في مكان اخر، وهنمشي خطوه خطوه. الاول هنقول له printer option او البرنت اوبشن، وفي البرنت اوبشن انا بقول له دلوقتي اما ان انا هطبع كل البريد بتاعي او اود او ايفن. يعني ايه الاول؟ اللي هي الكوبيز، اول او اود او ايفن. اطبع البريد بتاعي كله. لو كان 5 صفحات يبقى هتطبع لي 1 2 3 4 5، او هتطبع الفردي او الزوجي. يعني هقول له اطبع لي 1 3 5 او 2 4. بيفيدني في ايه الطباعة دي؟ قلنا قبل كده ان احنا هنستفاد بيها في حالة ان انا عايز اوفر في الورق بتاعي وهطبع وش وظهر، فبطبع الزوجي وبعد كده اقلب الورق واطبع الفردي، فالورق هيبقى في ظهر بعضه 1 وبعدين 2 في ظهرها 3 وبعدين 4 في ظهرها وبعدين 5. بقول له رتب لي كولت، رتب الورق دوت، كولت رتب الورق ده او لا. يعني لو انا هطبع هنا عدد من النسخ الكوبيز 3 مرات او 3 نسخ، يبقى هيطبع لي 1 1 1 2 2 2 3 3 3. لو قلت له رتب يبقى هيطبع لي ال3 نسخ دول من 1 ل3 وبعدين يرجع من 1 ل3 وبعدين يرجع من 1 ل3. ده ريجاردنج الايه؟ الكوبيز. طيب لو انا هطبع نسخة واحدة، بقدر اقول له ان انا عايز اطبع في مكان تاني خالص. هنا في البرينتر بقول له انا عايز اطبع على برينتر ويكون ليها اي بي. يعني ايه برينتر ليها اي بي؟ يعني البرينتر اللي انا معرفها ليها اي بي، الاي بي ده موجود في مكان تاني خالص، ممكن في بلد تانية، ممكن في مبنى تاني، ممكن في الاداره الرئيسيه، والاي تي بتاعي بيكون معرفالي على البرينتر بتاعتي. فوانس ان انا بقول له من الكمبيوتر بتاعي اطبع لي على البرينتر اللي موجوده في المبنى التاني، هو بيشتغل على حاجتين: اما على الانترنت بياخد الاي بي من الانترنت على طول، او ان هو بيشتغل على النتورك الداخليه، وفي الحالتين بيروح يطبع على الاي بي بتاعي. يبقى البرينتر خدت ادرس هو عباره عن الاي بي، وانا لما بطبع على طول الورقه بتروح تشوف المسار بتاعها، سواء كان على الانترنت عموما وبتطبع في المكان التاني، او على النتورك الداخليه وبتطبع برضه في المكان التاني، وسواء كانت الانترنت دي او النتورك دي لان او وان، وايد او لوكال، في الحالتين هي هتطبع على البرينتر اللي موجوده في المكان التاني. طيب احنا في بعض الاحيان بقول ان انا عايز اطبع والايميل عندي فيه مشكله، بس انا عايز اودي المستندات دي في المبنى الاداره بتاعي مثلا اللي موجود في دبي، فهطبع على البرينتر اوتوماتيك اللي موجوده في دبي. يبقى الورق على طول هيروح از هارد كوبي على البرينتر اللي موجوده في دبي لو الايميل عندي فيه مشكله. يبقى انا استخدمت الطباعه، الدرايفر الطباعه، لان انا ببعت لهم الورق از هارد كوبي. واصله كده يا جماعه الكلام دوت؟ طيب لو انا عايز اطبع از اتاتش، هقول له اطبع لي الملف بتاعي دوت از اتاتش. هيسيب الميل بتاعي كله اللي ورا، الميل ده كله هيسيبه، لكن لو في اتاتشمنت هياخد الاتاتشمنت لوحده ويطبعه لي في شكل ملف.
هياخد الاتاتشمنت لوحده ويطبعه لي في شكل ملف. يبقى انا اقدر اطبع كل الملف الاول دوكيمنت، اقدر اطبع الاود والايفن، اقدر اطبع الاي بي في مكان تاني بره، اقدر اطبع كمان الاتاتشمنت. بعض الاحيان بحتاج ان انا اطبع صوره تكون موجوده عندي. الصوره دي ممكن تبقى حاجه من اتنين، ممكن تبقى اكس بي اس او بي دي اف. اكس بي اس ايمج عاديه جدا دوكيمنت، وممكن تبقى بي دي اف. البي دي اف ورقه عاديه جدا، يبقى الميل بتاعك ممكن يطلع في شكل بي دي اف. لو قلت له بي دي اف وقلت له برنت هيروح يطبعها لي في شكل، هقول له دوت عباره عن بي دي اف واحطها على دوكيمنت بي دي اف داش واي واي. تعالوا نبص عليها كده نشوفها بالمره. هروح اشوفها هتطلع معايا ازاي. هروح على الدوكيمنت وهلاقي حاجه اسمها بي دي اف اهي زي ما انتم شايفينها واي واي. هنبص عليها طلع لي اهو في شكل بي دي اف، والاكستنشن بتاعه هيبقى بي دي اف. تمام، يبقى تقدر تطبع هي بالظبط الاكس بي اس. الاكس بي اس برضه هتطبع لي في شكل صوره بس مش بي دي اف. طيب نرجع تاني للاوبشن بتاعنا. بعض الاحيان بحتاج ان انا اطبع الستايل بتاعي، ان انا عايز اطبع كل الليسته. شايفين الليسته اللي قدام عينينا دي؟ بحتاج اطبعها كلها عشان اعرف ايه اللي جالي وايه اللي رايح، واخد نسخه منهم كلهم. ففي الحاله دي لو انا مش عايز الميل، بروح عايز الليسته اللي موجوده قدامي بقول له برنت، وانا هنا عايز اطبع التيبل ستايل. بصوا هيطلع التيبل ستايل بالشكل ده، وده احنا كنا قلناه برضه في حلقه سابقه قبل كده. اقدر اطبع التيبل ستايل بالشكل ده. ده شكل الاعمده اللي جات لي او اللي انا بعتها او استلمتها، سواء كنت واقف على السند ايتم او على الانبوكس. بقدر اطبع بالكيفيه اللي موجوده قدام عينينا ديت. كمان اقدر اقول له ان انا محتاج اطبع ان رينج، يعني الملف بتاعي هروح اقول له تاني للميمو ستايل، هقول له اطبع لي في رينج يعني انا عايز اطبع من صفحه 1 لحد 6 بس، يبقى هقول له من 1 ل6 وبرنت. عايز اطبع الصفحه من 6 لحد الاخر. شايفين السانتاكس دي؟ الشكل ده من 6 لحد الاخر. او عايز اطبع لحد صفحه 8، يبقى ده كل الاولاني لحد 8. او عايز اطبع صفحه 1 و4 و5 و9 لحد الاخر. بصوا انا بترجمها له ازاي: 2 و4 و5 و9، انا اسف هشيل كوما، 9 لحد الاخر، كده هيطبع لي لحد الاخر. وفي النهايه بقول له برنت. يبقى هنا اقدر اتحكم في المكان بتاعي والطبعه اللي انا هودي عليها. واقدر اقول له من هنا الكوبيز، واقدر من هنا اقول له مفرد ولا مجوز في الاول، مفرد ولا مجوز، الاود والايفن. اقدر من هنا اقول له اطبع لي اول ولا اطبع لي صفحات ان رينج. اقدر من هنا اقول له اطبع لي الاتاتشمنت فقط، الاتاتشمنت فقط. اقدر من هنا اقول له اطبعها لي تيبل تمام عشان يجيبها لي. وهنا اقدر اقول له اطبع لي كل الروز او السلكتد رو اللي انا هختارهم. ودي كانت حلقتنا النهارده، واتشرفت ودمتم في امان الله.